بص يا سيدي، بيقول لك في الشكل المقابل والراجل مديك شكل كده انبوبه ذات شعبتين بس محترمه مليانه كده، بص عامله كده ادي اهو وادي اهو. تمام. طيب راح جاي عامل ايه؟ راح هنا مديك سائل ما يعرفوش اصلا، ادي السائل ده. تمام. وراح مديك هنا سائل تاني لونه اخضر، طبعا مش هنعرف نجيب لك اللون الاخضر. حلو كده. وراح جاي عامل لك ايه؟ حاطط لك هنا نقطه، ركز كده، نقطه واحد نقطه ثلاثه، طبعا هنا الارتفاع ده اعلى من الارتفاع ده، فهنا حاطط لك نقطه واحد وقصادها نقطه كام؟ وقصادها نقطه ثلاثه، بس لازم كده نطول ده شويه وده نطوله شويه. ماشي. نقطة واحد نقطة ثلاثة نقطة اتنين نقطة أربعة، صح كده؟ عدد هنا أربعة. حلو كده؟ طيب نركز بس، لازم أحط لك النقطة دي بالظبط نقطة فاصلة. تمام؟ ماشي. عاوز يعرف إيه؟ بيقول لك اسمع كده، عندك أنبوبة ذات شعبتين بها سائلين غير ممتزجان، يعني ما بيختلطوش زي ما أنا قلت لك، بس في حالة اتزان فأي من النسب الآتية للضغط عند النقاط واحد اتنين تلاتة أربعة تكون أكبر من الواحد الصحيح. يا ترى هنختار بي واحد على بي اتنين، بي اتنين على بي أربعة، بي واحد على بي تلاتة، بي تلاتة على بي اتنين؟ اختار على أساس إيه يا مستر؟ بص، أنت أصلا من أول ما شرحنا في التلخيص كنت بتشوف النقطة أو الحد الفاصل وتشد خط وتقول ضغط النقطة دي بيساوي ضغط النقطة دي، يعني من الآخر يا مستر النقطة دي نقطة فاصلة، فلو جيت أنت شدتها كده الراجل محترم هتيجي تقولي الضغط 2 بتساوي ضغط 4، فما ينفعش اقول ضغط بي 2 على بي 4 او بي 4 على بي 2 الاثنين دول يطلعوا اكبر من الواحد صحيح او اقل من الواحد صحيح، لا ده بيساوي بعض. يعني لو انا جيت قسمت بي 2 على بي 4 او بي 4 على بي 2 هيطلع بيساوي ايه؟ الواحد الصحيح، عشان الاثنين بيساوي ايه؟ بيساوي بعض. يبقى من الاخر ما تقدرش تقول بي 2 على بي 4 او بي 4 على بي 2، كده انت شلت لك اختيار او اختيارين، الله اعلم هو حاطط لك منها اختيار ولا اثنين، بس اعتقد هو حاطط ب بس بي 2 على بي 4، يبقى ب دي بره اللعبه بتاعتنا. طب تعال نشوف الثلاث اختيارات الثانيه، نختار مين يا مستر؟ واحد جه قال لي بص، بصيت في الرسمه لقيت يا مستر ان وزن عمود السائل اللي هنا اكبر من وزن عمود السائل اللي هنا، فواحد يقول لي طب استنى، طب ما كثافه السائل اللي هنا اكبر من كثافه السائل اللي هنا، انا اختار على حسب ايه؟ ينفع تقول بما ان الضغط بيساوي رو جي اتش تيجي تقول لي اقدر احدد الضغط وانت عندك اثنين متغيرين؟ ما ينفعش. احنا كنا بنقول ان الضغط بيتناسب تناسبا طرديا مع الرو عند ثبوت الجي والاتش، وكنا بنقول ان الضغط يتناسب تناسبا طرديا مع الاتش عند ثبوت الرو والجي، فازاي تقول لي ان في عندك متغيرين في نفس الوقت وتقدر تقول عن الضغط سواء هو كبير ولا صغير؟ طب ايه اللعبه يا مستر؟ اللعبه لو انت جيت حليت سؤال 26 عندك في كتاب الامتحان هتلاقي الراجل في الاجابات عمل لك طريقه قد كده انت ما فهمتهاش، واللي فهمها وصل للاخر وراح باصمها. لا انا ان شاء الله هفهمها لك دلوقتي، بس ركز معايا واحده واحده كده معايا. بص يا سيدي، الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك خلاص انا هروح اعمل ايه؟ هروح اجيب معادلتين، المعادله الاولى انا هروح عند النقطه بي 2 واقول النقطه بي 2 دي بتتاثر بكام ضغط. خلي بالك انا دايما اكررها حتى مع الناس اللي بتاخد معايا اونلاين، بقول لهم ايه؟ بقول لهم لما يجي يسالك سؤال نظري عن مثلا النقطه دي بتتاثر بكام ضغط تقول لي بضغطين مش ضغط واحد. ليه؟ لانك انت وانت بتحل السؤال بتروح مطير لي البي ايه الضغط الجوي عشان هيروح مع الناحيه الثانيه، لا لما يجي يسالك نظري تقول له النقطه دي بتتاثر بضغطين بدني للاناء ده مفتوح الضغط الجوي وضغط وزن عمود الايه؟ السائل. المهم خلينا نرجع للسؤال بتاعنا، الضغط عند النقطه 2 يا هندسه عباره عن ايه؟ تقول لي والله عباره عن ضغط الحته دي وضغط الحته دي اللي هو ضغط وزن عمود السائل ده كله، بس هو الراجل هنقسمها لحتتين عشان اثبت لك ده النقطه دي بتتاثر بضغط اكبر من 3 ولا 3 اكبر من 1. طيب فهنيجي نقول ان ضغط النقطه 2 هي عباره عن ضغط مين؟ بي 1 2 اللي هي الحته دي زائد بي واحد اللي هي الحته دي، ودي منها رقم واحد. طب نفس الكلام اللي عملته هنا تروح تعمله الناحيه الثانيه، حاضر. هنقول ان بي 4 هي عبارة عن كام؟ هتقول لي بي 3 4 زائد بي 3، لحد هنا في أي مشكلة؟
في اي مشكله لحد هنا؟ لا يا مستر والله مش اي مشكله. طيب لحد هنا انت جبت معادله لبي 2 وجبت معادله لبي مين؟ لبي 4. بعد كده تسال نفسك سؤال يا مستر. ايه هو السؤال؟ هو انا عندي ايه بي 1 2 اللي هي الحته دي، والناحيه الثانيه اهي بي 3 4. تبدا تقارن بين الحته دي والحته دي، فتسال نفسك سؤال: هو مين كثافته اعلى، السائل اللي لونه ازرق ولا السائل اللي لونه الاحمر؟ بالعقل ان ارتفاع السائل الازرق هو الكبير، صح؟ يبقى كثافته قليله. يبقى واحده واحده، بالنسبه لبي 1 2 يا مستر وبي 3 4 هم متساويين في مين؟ في مين؟ متساويين في مين؟ في الاتشات. يبقى تقدر تقول ان اتش 1 2 بيساوي اتش 3 4، دي واحد. طيب لكن مش متساويين في الكثافات، يبقى تقدر ساعتها تقول ان كثافه مين؟ ده الاعلى ولا ده؟ ده ارتفاعه اكبر، ده كسائل ارتفاعه اكبر وده ارتفاعه كان اقل. يبقى انا خلاص عارف ان اصلا اللون الاحمر، السائل اللون الاحمر ده كثافته هو الكبيره. يبقى تقدر تقول ان كثافه السائل 3 4 اكبر من كثافه مين؟ خلاص انت ممكن تقول ان السائل ده اكس والسائل ده واي عشان تريح دماغك، فتقول والله ان كثافه السائل اللي هو اكس اكبر من كثافه السائل مين؟ واي. اذا اقدر اقول ان اي ضغط فيهم اكبر؟ تقدر تقول لا والله الضغط ساعتها بي 3 4 اكبر من بي كام؟ 1 2. ليه يا مستر؟ لانك انت عندك ان البي بتساوي رو جي اتش. خلاص احنا عرفنا ان الارتفاعات متساويه اهو، يبقى اللي اكبر في الكثافه اكبر مين في الضغط. يبقى انت طلعت ان بي 3 4 اكبر من بي من مين؟ بي 1 2. خلصت كده؟ انا مش فاهم حاجه برضه. لا ما خلصتش ولا حاجه. طب بص، مش احنا قلنا ان بي 2 بتساوي بي 4، صح ولا مش صح؟ اه صح. طب ما تساوي بي 2 ببي 4، ساوي المعادله دي بالمعادله دي. عينيا الاثنين، يلا نسويها. يلا بما ان بي 2 بتساوي بي 4، حط البي 2 اللي هي بي 1 2 زائد بي 1 بتساوي اللي وراها يا مستر بي 3 4 زائد بي 3 4 زائد بي مين؟ بي 3. طيب برضه احنا عملنا ايه؟ بص يا سيدي، وانت بتاخد كده في الرياضه بيقول لك لما يحط يساوي على طرفين يبقى الجنب اليمين بيساوي الجنب الايه؟ الجنب الشمال. يعني لو جينا قلنا مثلا ان الجنب ده كله على بعضه ب 10، يبقى الجنب ده كله لازم يبقى بكام؟ ب 10 عشان الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال. فلو قلت لك مثلا ان بي 1 2 دي كبيره، فممكن هي تاخد 6 ودي تاخد كام؟ ودي تاخد 4. طيب لو جيت انا الطرف الثاني قلت لك مثلا ان بي 3 4 دي مثلا قليله، فممكن دي تاخد هي الاربعه ودي تاخد الايه؟ السته. المهم اللي يبقى مجموعهم 10. تمام؟ انا قلت لك الحته دي بس عشان تفهم مش اكتر. طيب هنا قال لك ايه؟ ان بي 3 4 كبيره، بي 3 4 كبيره. طيب وبي 1 2 صغيره، يبقى معنى كده دي صغيره يبقى دي لازم تبقى كبيره عشان المجموع كله مثلا يبقى 10، ودي كبيره يبقى دي الحاجه الصغيره عشان ايه؟ اجمعها معاها تبقى 10. يبقى معنى كده بي 1 هي اللي هتبقى كبيره وبي 3 هي اللي هتبقى ايه؟ صغيره. يبقى انا افهم كده ايه؟ ان الضغط المؤثر على النقطه 1 مالها؟ كبير. يبقى بي 1 اكبر من بي مين؟ 3. احنا عاوزين ايه؟ عاوزين الناتج يبقى اكبر من الواحد الصحيح، يبقى لازم البسط يبقى اكبر من المقام. يا دي النيله، كل دي سؤال. يبقى ساعتها تقدر تقول ايه؟ اقدر اقول ان لو قلت بي 1 على بي 3 يبقى ساعتها ممكن تبقى ايه؟ تبقى الناتج صح. ابص في الاجابات الاقي في بي 1 على بي 3 يبقى هي الاجابه. لحد هنا في اي مشكله؟ انا عارف ان السؤال ده طويل، ولكن السؤال ده لو انت فهمته كويس هتحل عندك سؤال كام؟ 26 عندك في كتاب الامتحان. فاتمنى ان احنا نكون بسطتها لك، وسؤال جميل وسهل. تعال نخش على السؤال اللي وراه.